السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فيديو جديد. تمام، قبل ما نقول أي حاجة أتمنى الصلاة على النبي عليه الصلاة أفضل بالسلام، وندعي لإخواتنا في فلسطين. المهم هنتكلم النهاردة عن من أجمل الدجاج حرفيا ومن أهدى الدجاج في العالم، وهو دجاج الكوشين القزم، زي ما باين طبعا عندكم في الفيديو او الفيديوهات اللي بتظهر عندكم في الشاشه. طيب الدجاج ده عامه هو معظم الدجاج الزئنه جاي من الصين، يعني بلد المنشاه الصين. الدجاج ده من الصين. تمام. طيب هو الكوشين القزم بيبقى شكله عامل زي كده، يعني بالظبط كده، بيبقى ضيق كده، تحس ان هو شكله دايري كده اهو. تمام، مطور كده عامل شبه الكوره. تمام، هو عامل شبه الكوره ده بالنسبه او الدكر عامه. والدكر بيبقى عرفه عامل شبه المنشار كده بالظبط، عرف الديك بتاعه عامل شبه المنشار. والحته اللي عند ساقه اللي هي عند رجله، تمام، من اول اخر رجل، يعني الرجل بيبقى فيها شراب، بيبقى فيها ريش يعني، لغايه فوق مليانه بالريش، متروسه بالريش، بيبقى مليانه ريش. يعني انت ماشي ما بتبقاش شايف رجله عامه، يعني لو شايف رجله ده يعيب. انت فاهم؟ انت بتبقى بص مش شايف رجله من كتر الريش اللي فيه. تمام. يصل عمرها الى 5 سنوات. طبعا بتضع البيض بتضع البيض بتضع البيض عندما تتم 6 شهور. ومعظم برضو الفراخ بتضع البيض عند 6 شهور. طبعا زي ما قلنا في اول الفيديو، الدجاج ده من اهدى الدجاج في العالم. يعني تحس كده مشيته هاديه، ما بيحبش يجري ياما ويجري ويعمل دوشه وكلام، لا هو هادي جدا. تحب تشوفه في المزارع، في الجناين، في الفلل، في القصور، الكلام ده بجد بجد. بيبقى شكله جميل جدا وهداوته رهيبه، وهو ماشي كده مع بعضيهم 2 3 4 فيما فوق. الكلام ده طبعا انتوا فاهمين قصدي، مش لازم انا اوضح يعني. المهم يعني بيبقى جميل جدا حرفيا. الكتاكيت بتاعته بتبقى سريعه النمو. انت فاهم قصدي؟ يعني الكتاكيت بتكبر يعني فوقك من الشهور، انا بقى قصدي على حاجه، الكتاكيت بتكبر بسرعه، تبقى سريعه النمو. طيب نيجي لاهم حاجه طبعا اللي الناس بتسال عليها لما بتيجي تدخل مثلا او تشتري اي حاجه. الناس بتسال على دي اول حاجه، الا وهي ايه؟ هل الدجاج ده مطلوب؟ هل لو هجيبه هعرف ابيعه ولا لا؟ عامة الدجاج الكوشين مطلوب بكل الوانه، لان الناس بتحب تقتنيها جدا الدجاج الكوشين. انا بقى مش هقول لك اللون المطلوب بالذات يعني في الدجاج الكوشين، علشان ده كل واحد ورغبته في اللي هو الايه، في اللي هو عايز اربي اللون ده، عايز اربي اللون ده، والكلام ده كله ده على حسب الرغبه وعلى حسب رغبتك انت كغاوي. لان اهم حاجه وانت بتشتري حاجه لازم تكون مرتاح ليها، علشان تعرف ايه تعمل لها الحاجه، كل حاجه مناسبه ليها، وعشان تعرف تربيها صح، وعلشان تعرف تهتم بيها. لازما عشان تعمل كل ده لازم تكون هاويها او بتحبها او مرتاح لها. تمام. يفضل وانت بتربي الكوشين، علشان بسبب غزارة ريشه اللي قلناها في الأول، بسبب غزارة ريشه يفضل الأرضية هي تكون زرع، هي تكون نشارة خشب. أنت فاهم؟ علشان إيه؟ علشان ما تضرش شكله. أنت فاهم؟ علشان ما تضرش شكله، عشان ما يتوسخش رجله، الريش ما يتوسخش. طبعا عشان لما ما يتوسخش، وطبعا مش هيأثر في الزغالية في البيض لو أنت بتحضره، لو انت بتحطه في بتاع ده وبعدها سلكات، لا هو يأثر على الجوز ذات نفسه في الاول. طبعا لو انت برضو بتربي الزغاليل، بتربي الكتاكيت مع ابوهم وامهم وهم اللي بيرقدوا عليهم، وبرضه هيأثر على الكتاكيت. فخدها من قصرها، ويا تحط نشارة خشب يا تحط زرع. انا عامة كمربي ولا حاطط ده ولا حاطط ده. كفايه يعني، انا ولا حاطط ده ولا حاطط ده عامة، عشان نكون على الدغري. طيب كده
انا قلت معظم الحاجات اللي في الكوشين عامة يعني. اهم حاجة يتميز بان هو يكون مكور تمام واصغر، يعني كل ما يكون اصغر في الحجم كل ما يكون احسن، والتكويرة بتاعته تكون حلوة. سعره نبدأ نتكلم على الاسعار. الكتكوت ما يقلش عن 100 جنيه، الكتكوت ما يقلش عن 100 جنيه. اسمه ايه ده، الجوز ما يقلش، الجوز المضروب بالنار عامة ما يقلش عن 700، اللي هو معفن خالص ما يقلش عن 700. يعني لو هتجيب لك جوز تاكل فيهم عيش يعني 1500. قبل ما ننهي الفيديو احب انوه، لو ما صليتش على النبي صلي على النبي عليه الصلاة وافضل السلام، ولو ما صليتش روح صلي، والسلام عليكم.